السوداني يقول يوم سمع الكلام قام يبكي، قال يا ولدي ابوك اطيب مني، قال لا كلكم طيبين يا عمي. والحقيقه يقول جازت لي الألفة اللي بين هالولد واللي زرعها الأبو في عياله في حب هذا السوداني، والسوداني قدم. لو السوداني ما قدم ما لقى هذا الوفا من الرجال. أنا من هالمنبر أشوف كثير من الناس حتى من الوافدين الله يجزاهم خير يجي يمكن ياخذ منك 1000 ريال 2000 ريال، بينما لما تعامل معك بصدق يمكن يكسبك إلى مدى الحياة، يمكن تبني بيت عن طريقه، يمكن تملك أموال ما يملكها من 1000 ريال اللي بتاخذها ولا 500 ريال ولا إن شاء الله 10000 ريال. أنت تعامل بأمانة، تعامل بما الله سبحانه وتعالى أمرك فيه في تعاملك مع الآخرين، بتكسب الرجل. كسبك للرجال أعظم من كسبك الدراهم 1000 2000 3000. أنتم تشوفون بعض العلاقات بين رجال الأعمال الكبار مرة وتلقى عنده أخ مصري ولا سوداني ولا سوري عايشين مثل إخوان. ليش؟ لو ترجع لتاريخهم كانت بينهم وفاء وبينهم أمانة وبينهم خوف من الله، حتى نما إلى أن وصل هذا